أنا واقف مع أسرة الطالب جورج، وهنا في نقطة استوقفتني. ده مش هو بس، ده هو وحتى والأسرة اللي قبل منه. الأسر دي يا إما قدمت أب شهيد أو أخ شهيد. في حالة جورج الأسرة قدمت أخو جورج شهيد، كان ضابط واستشهد. ولما جه صحيح يستحق التحية. كل أسرة قدمت شهيد أو مصاب، سواء كانوا موجودين معانا هنا أو مش موجودين، يستحقوا التحية. بس اللي أنا عايز أقوله، أصل إحنا بنقول الكلام دوت والناس ما بتصدقش. مش الناس اللي في مصر، لا، الناس اللي في مصر مصدقة، لأن هي اللي بتعمل كده. لكن أنا بقول النموذج أهو، النموذج حي قدامنا أهو. الشهيد اتقدم وراح عند ربنا لاجل خاطر بلده مصر ولاجل خاطرنا، والأسرة لم تتردد في انها تقدم ابنها يخش نفس المسار. تفتكروا الدولة والشعب البسيط خالص اللي هو أهلنا كل المصريين، غالبية الناس زي حالتنا كده بساط، يعني يعمل كده؟ تفتكروا البلد دي تضيع؟ ربنا يضيعها؟ لا، ما تضيعش. متشكر، كتر خير، كتر خيرك، متشكر. ربنا يخليهم ويحفظهم ليكم وتشوفوهم في احسن حال. سعيد ان انا التقي بيكم، وانا معدي